قال لي في فلاح امريكي كان عنده حظيره من الاغنام محاوطها بسور من الخشب وحواليه منها زارع الارض بتاعته. فالاغنام دي بتتسلق سور الحظيره وبتطلع تاكل في المحاصيل الزراعيه اللي هو زرعها. فمره كده لقى الخرفان كلها نطت من على سور الحظيره ما عدا خروف واحد. قرب منه كده قال لك ده خروف محترم مش بيعمل زي بقيه الخرفان. اكتشف ان هو عنده مشكله اصلا، معوق، رجليه قصيره ومقوسه. طبعا الفلاح الشرير اعتبر ان الصفه دي صفه كويسه وقال لك بس انا هاخد الخروف ده واستنى عليه لما يكبر واعمل تزاوج بينه وبين اكتر من انثى علشان يطلع لي سلاله كلهم معوقين شبه ابوهم وما يعرفوش ينطوا من على سور الحظيره. طبعا هو كان الاسهل انه يعلي سور الحظيره بس هو حسبها كده. طلع من اللي هو عمله ده سلاله كامله بقى ليها رواج في امريكا وناس كتير بتحب تقتني الخرفان اللي من النوعيه دي، عرفت باسم سلاله انكون. الغريبه بقى هنا ان كتاب المدرسه حط المثال ده تحت عنوان الطفرات ذات الاثر المرغوب، مع ان طبعا هي مرغوبه بالنسبه للانسان بس، اما لو سالت الخروف عن احساسه الشخصي هقول لك انا مش مرتاح، لكن هي في المنهج عندنا تعتبر من الطفرات ذات الاثر المرغوب.